ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير واحسن حال. معاكم دكتور فارس نشأت. النهارده ان شاء الله جاي لك بحاجه مهمه جدا، الا وهي لا للامتحان للمواد العلميه زي الكيمياء زي الفيزياء زي الاحياء والرياضه طبعا لطلبه علم الرياضه. طيب قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش انك تصلي على حبيبك وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده ما تنساش انك ضمن جروب التليجرام، هتلاقي تحت في الوصف او في اول تعليق مثبت. طيب المواد دي هنتكلم عنها بناء على ايه؟ اول حاجه هنقسم معانا الكيمياء للكيمياء العامه والكيمياء العضويه، هنقسم الفيزياء الكهربيه والفيزياء الحديثه، هنقسم الاحياء للجزء الاول من الاحياء والاحياء او الجزء بتاع البيولوجيا الجزئيه. يبقى احنا معانا قسمنا كل ماده نصين او قسمنا كل ماده نصين. طيب نتكلم عن الكيمياء العامه وبعدين نتكلم عن الكيمياء العضويه. الكيمياء العامه الفصل الاول عاوزك تعرف فيه بالظبط الحديد ومركباته فقط، تلاقي نفسك بيت بيرفكت كده فيه. طيب الفصل التاني عاوزك تعرف المسائل، تعرف ازاي تتعامل مع المسائل، زائد انك تعرف ازاي تتعامل مع الرواسب، يعني مثلا دي راسب ولا لا ولونه، بس تحدد لي الرواسب كده تحفظهم كلهم وتشوف هل ده راسب ولا لا، وتشوف لونه وتشوف هو بيدوب في الميه ولا لا او بيتفاعل معايا. بس تجمع ورقه كده للالكينات او اسف تجمع ورقه كده للانيونات وورقه للكاتيونات، يبقى انت كده تمام التمام. والمعادلات او القوانين بتاعه الحل ده الفصل التاني. الفصل التالت كذلك تعرف تميز لي ما بين المركبات كبي اتش وبي او اتش، وتجيب الاتش الموجب والاو اتش السالب اللي هو الاس الهيدروجيني، وكمان حاجه تجيب لي بعد كده تعرف تحل لي المسائل. لو انت وصلت للجزئيه دي فانت كده الفصل التالت هتحط في جيبك. الرابع عاوزك في الكهربيه تجيب مسلسله النشاط، تشوف مين اللي قبل الاتش ومين اللي بعد الاتش، مين اللي بيحل مكان مين، ايه معادلات الاكسده والاختزال، البطاريات تحفظها لي كلها والخلايا كلها تحفظها لي. مجرد ما انت عملت كده الفصل الرابع كده خلاص بقى في الجيب. الخامس العضويه عاوزك تجيب الايزومرات، تشوف ازاي تجيب ايزومر، ازاي تجيب المتشابهات، ازاي تحدد ده الكان ولا الكين، كحول استر، كل ده تحدده في العضويه. يبقى انت كده بقيت باشا في العضويه. طبعا ده كله بيجي بالحل كتير واكتساب الخبره، مش بيجي بالسهل. انك تحل كتير ده هيفيدك جدا وهيسهل عليك الامور خالص. طيب من حيث بقى ده من حيث الكيمياء. من حيث الفيزياء عندك احنا قسمنا الفيزياء الكهربيه وفيزياء حديثه. طيب الكهربيه عموما في الفصل الاول عاوزك التوالي والتوازي وكيرشوف والبطاريات، وانك تجيب في بي، وانك تجيب التيار، وانك تحفظ القوانين تكافى بريك. الفصل الاول. الفصل الثاني خش على الفيض وكثافه الفيض والكلام ده. حاول ان انت تحدد مثلا ده طالع ده نازل كده داخل كده خارج، يبقى انت تحدد لي الاتجاهات. بمجرد ما تحدد الاتجاهات الفصل الثاني انت بقيت باشا. كذلك الفصل الثالث حاول انك انت تجيب الاي ام اف، وهتوسع اكتر في البطاريات، وهتجيب الاي ام اف وهتجيب قوانين اكتر كتير جدا في الباب الثالث. تحدد لي الرسومات البيانيه بيجي عليها كتير قوي في الفصل الثالث، ويجيب لك هنا مثلا هنا اي ام اف وهنا اي، هنا ام اف وهنا ار، وايا كان عاوزك تحدد ايه الفصل الثالث. الفصل الرابع في كهربيه برضه حاول تحفظ القوانين وتقسم على دنيتك، هتلاقي نفسك الامور بقت سهله معاك جدا. الحديثه هتاخدها على بعضها كده كباكج او كمعسكر تخلصها في يوم واحد. تحاول انك تحفظ وتفهم في نفس الوقت وتحفظ القوانين بتاعتها، هتلاقي الامور بقت سهله جدا معاك والامور اتيسرت وبقت الامور سهله جدا جدا جدا. ده بالنسبه للفيزياء. الاحياء حاول تحفظ الرسومات وتسيستمها في دماغك. مثلا رسمه بلازموديوم المراري، رسمه جهاز التناسل الذكري، جهاز التناسل الانثوي، رسمه انثى الاونوفلس، طبعا دي طبعا الملاريا. مثلا تحلب السبايروجايرو. كل الكلام ده حاول ان انت تقسمه وتحفظه في دماغك. هنا المشيج، وهنا مثلا هنا المشيج المذكر، هنا المشيج المؤنث، الانسيريديا، الارشيجونيا. يبقى الرسومات دي كلها تكون رسمه في دماغك. الانقسام الميوزي بيحصل فين، الانقسام الميتوزي بيحصل فين، التكاثر الجنسي، التكاثر اللاجنسي، كل الكلام ده تثبته في دماغك. تلاقي اول جزئيه دي تحفظ معاك. البيولوجيا حاول ان انت تحل عليها كتير، بس حاول انت تحل عليها كتير وتستوعبها. ونصيحه ليك لما تيجي تراجع المواد هاتها من الاخر للاول، هتلاقي الامور بدات تسهل معاك والامور اتيسرت والامور بقت تمام. بس كده وبالتوفيق ان شاء الله كل التوفيق. سلام.